بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليقات وشاهدوا الفيديو للآخر. النهارده هعمل معاكم يا حبايبي رز بشعرية، وجايبين اللي هي سمكة البورة أو الطبارة طبعا ما بتسموه. هشويها شوية يا حبايبي، والتتبيلة بتاعته ملح وكمون وربع معلقة بابريكا وربع معلقة فلفل، بس الكمون أكتر. هتقولوا لي حد بيحط للسمك فلفل وبابريكا؟ انا بحب اعمله كده يا حبايبي. هقلب ده كله على بعضه وبشويه وبرشه عليه، ما بحرقوش بميه. وليمون، كتروا في الليمون. وبعمل رز بشعريه يا حبايبي. انا كنت اعمل رز ابيض بس ولادي طلبوا رز بشعريه. هحمر الشعريه واحطها على الرز وارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي، كده حمرنا الشعريه وضفتها على الرز. زي ما قلت لكم كنت هعمل رز ابيض بس ولادي طلبوا رز بشعريه. وهنعمل جنب السمك سلطه يا حبايبي، وكده فضل ونعمه من ده. سمكة البوري دي جوزي كان في دمياط يا حبايبي، زي ما قلت لكم ونجره، وكان بجيب طلبات فجابوا لنا من هناك امبارح. انتوا في الفريزر للنار. بس يا حبايبي هسيبه بقى لما ينشف من ميته وبيطلع عشوه وارجع معاكم تاني. كده يا حبايبي الرز نشف، ولازم نقلبه عشان ما يعجنش مننا من تحت كده بقى هنقله على العلبة الصغيرة واوطي عليه واسيبه يتلدد، ونطلع اما اولع الفرن ارجع معاكم تاني يا حبايبي. رجعت معاكم يا حبايبي، مولع على الفرن يسخن اهو. وهنقلب بقى البور اللي هو في نخالة الغلة يا حبايبي، اللي هي الردة دي اللي هي نخالة الغلة اللي بتطلع من الغلة. بسم الله. وانتوا بتعملوا الاكل اللي يا حبايبي اذكروا الله على طول. البور ده يا حبايبي جوزي جايبه ب70. السمك غالي واللحوم غالي، بس هنعمل ما ناكلش الحمد لله. ونعرف يا حبايبي ان الفرن سخن لما تحدف فيه شويه رده وتحرقه في ساعتها كده تحط الشبع. هنقفل بقى على الفرن يا حبايبي، لما يحمر ارجع معاكم تاني. رجعت معاكم يا حبايبي، كده السمك استوى معانا اهو. هو كده مش محروق يا حبايبي، احنا بنحبه حمرا كده. نطلع بقى ونرص في الصحن، وبرش على التتبيله اللي انا عملتها معاكم بالليمون يا حبايبي. ما بنحبش لحد احنا البرد في ميه. ولادي وجوزها بيحبوه كده. لو سمك صغير بنحرقه في ميه وثوم وبنعمل له تتبيله يعني. بس هي سنينه بينزل اقدام كتير، فانا بمسكها بورقه عشان كده. ونرش عليها يا حبايبي تتبيله كده. وما طبق الحدق بقى ما تحدقش، لو بتحبها مظبوطه زي ما انا بعمل كده. ونعصر عليها ليمون يا حبايبي وهي سخنه عشان تشرب حدق. ما تستناش اما تبرد وتحط عليها الحدق، ما هتشربش، ما تبقاش حلو. اخلص بقى يا حبايبي وانزل اصور لكم باقي الاكل. ورجعت معاكم يا حبايبي، طبخنا الرز اهو اتلدن. زي ما قلت لكم عامله رز بشعريه، وشوينا سمك البوري شويته معاكم، وبالتتبيله اللي هي ملح وكمون ونطره فلفل صغيره وبابريكا. والكمون بيبقى اكتر يا حبايبي لان السمك بيحب الكمون والليمون. وعملنا يا حبايبي السلطه عباره عن طماطم وفلفل وخيار وبصل وشبت على كزبره على بقدونس. دي اكلنا النهارده يا حبايبي، فضل ونعمه من ربنا.
متنسوش يا حبايبي الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو، ربنا يسعد قلوبكم يا رب، وشاهدوا الفيديو للآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.